اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج جديد، منتج عظيم جدا، مفيد جدا، حاجه جديده كده اول مره تشوفها، هتهزم كل سماعات الايربود اللي موجوده في السوق. الشركه اللي منزلها شركه اسمها ريميكس. طبعا شركه غنيه عن التعريف، متخصصه في مجال الالكترونيات. منزله السماعه دي، والاصدار دوت بيبقى فيه شاشه المساحه بتاعتها 1.3 انش. المدخل الشحن بتاعها مدخل تايب سي. طب الشاشة دي فيها ايه او بتعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. الاول نشوف خصائص المنتج والمزايا بتاعته. تمام. الطرز بتاعه او الموديل بتاعه اسمه، هي نازله بالاربع لغات دي، فرنساوي وروسي والعربي. الطرز بتاعه اسمه TWS 19. الاصدار اللاسلكي بتاعه او البلوتوث بتاعه الفيرجن 5. المسافه اللي تقدر تتحكم فيها ما بين السماعه والموبايل هي 10 متر. الحاجات المهمة التانية بالنسبة لنا، البوكس بتاعها البطارية بتاعته 700 ملي أمبير. السماعة الداخلية أو اللي هي السماعة الصغيرة اللي جوه 40 ملي أمبير. تتشحن ب5 فولت 500 ملي أمبير. وقت التشغيل بتاعها الفعلي 4 ساعات. وقت الاستعداد بتاعها 50 ساعة، يعني تفضل جاهزة 50 ساعة. تقدر تشحنها في 2.5 ساعات بس. الوزن بتاعها 53 جرام، فهي وزنها خفيف مش تقيل، وبتيجي في البوكس الشيك ده. هنبدأ نفتح دلوقتي ونعرف ايه اللي جوه البوكس. اول حاجة الباركود بتاعها موجود هنا، والعلامة المائية من ريميكس. نسينا نقول لكم كمان ان هي مساحة داخلية 8 جيجا. هنعرف ليه دلوقتي هي فيها مساحة داخلية 8 جيجا. ادي السماعة ومعها كتالوج. الكتالوج جاي بكام لغة؟ انجليش، وصيني، اعتقد مفهوش عربي. هما كاتبين بس الشرح بتاع الساعة في الظهر العلبة بالعربي، بس مش كاتبين في الكتالوج لغة عربية خالص. طيب هنحطه على جنب، هي مش محتاجة كتالوج. ومعاها كابل الشحن بتاعها جودته ممتازة، تايب سي. هنحط بقى الكلام ده كله كده على جنب، ونشوف السماعة دي بتعمل ايه وايه الجديد اللي فيها. مبدئيا كده احنا بنفتح السماعة، طبعا الفردة اليمين والفردة الشمال، وحجمها مميز جدا، وحجمها صغير مش ضخم، وزنها خفيف. اول ما بنطلعها كده بنسمع صوت ان هي بتقول اون، باور اون. هسمعها لكم تاني برضو. هنحطها هنا كده، هحاول اقربها من المايك واسمعها لكم. بتقول باور اون. وبرضو الفردة التانية لما بنقربها كده بتقول باور اون. اول ما بتطلع على طول هي بتعمل باور اون لوحدها، تبدأ تنور كده الازرق وتطفي تاني. تمام. طيب البوكس منفصل خالص عن السماعه، مهمه البوكس ان هو يشحنها بس. طيب ايه بقى الميزه اللي فيه؟ احنا بندوس هنا كده على زرار الباور، بتبدا تشتغل. هنقربها كده، بتكتب ريميكس. هي الاضاءه بتاعتها قويه فمش واضحه هنا عندي في الكاميرا. كده وضحت جدا. هطفيها تاني واشغلها لكم. كده انا قفلت، كده شغلت. تكتب ريميكس. ايه بقى الحاجات دي كلها؟ البوكس دوت فيه مساحه داخليه 8 جيجا، بيشتغل اكنه MP3 بالظبط. وايه الاوبشن اللي فيه؟ ان هو فيه مستعرض صور، وفي ابلكيشن بتاع خطوات ومشي ورياضه، وفي ابلكيشن بيقرا كتب، وده ابلكيشن بيقدر يفتح الصور، وده بيفتح لك الفولدرات اللي جوه. بس انت هي 8 جيجا بقى تفتحها تستعرض فيها اللي انت عايزه. وفي ده السيتنج، وفي ده البلوتوث بقى، بتقدر تعمل كونكت باي حاجه فيها بلوتوث. وطبعا تقدر تعمل كونكت بالسماعه ذات نفسها اللي معاها. طيب وايه ده كمان؟ ده ميوزك، بتقدر تشغل اغاني، تقدر تشغل نيو بلاينج تقريبا الحاجه اللي شغاله دلوقتي. هنجرب دلوقتي ونحملها بملفات، وهنجرب كمان ملفات فيديو. انا مش عنديش فكره والله بتشتغل فيديو ولا لا. هنجرب دلوقتي مع بعضينا. نخش في كده كده كده. احنا بنفتح ايه الملف ونعرف فيه ايه. طيب هنخش كده. طبعا اول سونجز. طب احنا عايزين نعرف فيها عربي ولا لا. هنشوف كده السيتنج.
السيتنج هنشوف كده التاريخ، اللانجوج، انجليش، الماني واسباني وفرنساوي، معقولة كل دي لغات او لغة عربية؟ ممتاز والله. طيب هنحمل عليها اغاني الاول. تمام، ممكن بقى تحط عليها القرآن كله، تحط عليها ملفات صوتية، محاضرات، الكلام ده كله، وتبدأ ايه تستعرضها. هنوصلها بالكمبيوتر، نحمل عليها ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مرة تانية كده. ده الشكل اللي بيجي لما بتوصل السماعة باللابتوب. تمام، بتبدأ تحط الفايلات اللي انت عايزها على السماعة كأنك بتحط من الجهاز على فلاشة عادي خالص. تمام، واول ما بنشيل الوصلة كده بيبدأ بقى هو يعمل سيرش ويشوف الملفات اللي نزلت على المساحة الداخلية للسماعة. تمام، هنبدأ ننزل بقى كده ونستعرض الملفات اللي موجودة. بس عايز الكاميرا تبقى واضحة وتوضح الشاشة كده. تمام، هنبدأ بقى ننزل كده نشوف الملفات اللي موجودة. هنبدأ مثلا الأول بالصور. بنخش جوه الصور كده، بيقولك نقفل البلوتوث الأول، هنقول له ماشي. بدأ هو يحمل ويجيب الصور. انت بقى ممكن تحط عليها الصور المميزة ليك، صور شغلك، صور انت بتحب تتفرج عليها، حاجة زي كده مثلا. نبدأ بقى نقلب بقى ايه، ألوانها واضحة جدا وقوية وبتستعرض الصور بدقة عالية. كده خلصت الصور، فبيبدأ يخرج ويجيب لك من تاني. كده احنا بنفتح الصور كده، بنبدأ نتفرج على الصور. ممكن برضو تحط عليها صور ملازم، صور أوراق انت بتحب تقراها في المواصلات، في الأماكن اللي انت بتكون موجود فيها ومش معاك، أو مش عايز تستخدم الموبايل وتستهلك البطارية بتاعته. طيب هنبدأ بقى نخش على ملفات الأغاني. تمام، هنبدأ مثلا بالأغنية دي كده مثلا. فهنشغلها ازاي بقى؟ هنا بقى في طريقتين. يا اما هنطلع السماعة ونعمل كونكت السماعة بالبوكس، او حاجة تانية، احنا هنجيب سماعة عادية تايب سي، مش عادية، سماعة تايب سي زي السماعة الجميلة دي كده برضو. كل العلبة دي عشان خاطر يحطوا فيها السماعة الصغيرة دي. حاجة برضو من الحاجات الجميلة اللي صوتها نقي وفيها ادوات كتير. بتيجي زي الايفون كده بالظبط، ما هو بيعمل السماعات بتاعته بتيجي في بوكس كده شياكة. طيب دلوقتي معانا السماعة البلوتوث. تمام، هنحطها جوه البوكس عادي خالص. واحنا معانا اصلا كده كده سماعة عادية بنركبها هنا كده. هنقدر نشغل كل الاغاني اللي موجودة على البوكس ونسمعها بكل وضوح. هقرب لكم المايك من الكاميرا، وهنا بنقدر نعلي الصوت. بيقولك ان تعلية الصوت خطر على الاذن، بنقول له اوكي وبنبدأ نعلي تاني. طبعا البريسات اللي في الجنب دي اللي بعلي بيها الصوت. اعتقد كده الصوت واضح نقي جدا وعالي. انا مقرب السماعات من مايك بتاع الكاميرا. تمام، طب انا عايز اقلب الاغنيه اللي بعديها مثلا. بقوم دايس على ايه كده، وقفت كده، شغلت كده، بعمل باك اجيب الاغنيه اللي بعدها. تمام، بعمل باك اشوف الاغنيه اللي انا عايزها واقوم اختارها. بعمل باك وليكن مثلا طبعا كده انا مشغل البوكس اكنه ام بي 3. تمام، ومركب سماعات خارجيه. اعتقد الصوت كده واضح. انا مقرب السماعات من المايك بتاع الكاميرا. لو فضل دايس باستمرار بيجيب الاغنيه اللي بعديها، ولو فضل دايس هنا باستمرار بيقلب الاغاني اهي قدامي واضح كده في الكاميرا.
ومثلا انا اثبت على الاغنيه دي خلاص انا عايزها، بقوم دايس اي تشغيل. تمام. طيب الاوبشن التاني بقى لو انا عايز اسمع الاغاني اللي موجوده عندي على البوكس، انا بستغنى عن السماعات الاضافيه اللي انا مثلا جايبها لها، تكون تايب سي طبعا. طيب بفتح البوكس، اطلع السماعه او السماعتين، واقوم عامل باك افتح البلوتوث بتاع البوكس بالطريقه دي كده، واقوم عامل سيرش، سوري، سيرش. الاول البلوتوث بعمله اوبن، البلوتوث بتاع البوكس، تمام، واعمل سيرش، فلاقي ايه السماعات دي، سيرش، هو عمل كونكت على طول. هقرب لكم برضو السماعة من المايك عشان خاطر تشوفوا ايه اللي موجود اللي شغال. طبعا انا كده بعلي، واضح كده الصوت. صوتها جميل جدا ونقي، وبرضو التاتش بتاعها بيكون شغال. لمست كده وقفت، لمست كده شغلت من تاني. تمام. طب هلمس لمستين بسرعة، لمستين اللي هو اليمين على الاخر، طب لمستين على الشمال. اه تقريبا قلب الاغنية اللي قبليها، كده بيقلب الاغنية اللي قبليها. تلات لمسات بسرعة عمل اللي هي سكرين سيفر. طبعا انت ممكن تحط فيها الساعة وتحط فيها التاريخ، وفي طريقتين تقريبا للسكرين هوريها لكم برضو دلوقتي. يعني سماعة فيها اكتر من مزايا. كده انا مشغل، كده موقف، تمام. هفضل دايس باستمرار، هنشوف هيحصل ايه. ده عمل اوف، عمل اوف للسماعة. افضل دايس تاني باستمرار عشان نبدأ نعمل ايه اون للبلوتوث للسماعة. واول ما يعمل البلوتوث اون هتلاقي ان هنا البلوتوث بقى لونه اخضر ومبقاش يعمل سيرش. كده هي عملت اون اهي. طولنا عليكم ورجعنا لكم مرة تانية. احنا دلوقتي يعني جربنا ان البلوتوث يشتغل على سماعة البوكس، تمام. احنا مشغلين معاها البلوتوث. طب احنا دلوقتي بقى هنعمل هنلغي الكونكت بتاع السماعة، تمام. هنعمله كده اوف، تمام. ونشغل بقى ايه سماعات موبايل، تمام. هنشغل السماعات على الموبايل، هنعمل سيرش كده، هنلاقي TWS 19. هنعمل كده كونكت، هنسمع كده. كده بقى احنا بنستخدم السماعات بس، ملناش دعوه بالبوكس. البوكس بقى هيعمل سكرين سيفر، وانت تقدر تستخدمه وتتفرج على صور عادي خالص. والسماعات بتاعتك هي متصله ب السماعات بتاعتك متصله بالموبايل، ملهاش بقى علاقه ايه بالبوكس خالص، تمام. طب هنشغل اي حاجه كده على الموبايل. طبعا هنا بيعرض لك برضو البطاريه كام في المية. بص هنا كده بيقول لك مشحونة بنسبة 100%، تمام. طيب هنبدأ بقى نشغل حاجة. تمام. انا كده مقرب السماعات من المايك بتاع الكاميرا. تمام. طب هلمس السماعة من فوق كده من ناحية المثلث ده، واضح كده في الكاميرا. بيوقف، بدوس تاني بيشغل، بدوس اتنين ورا بعض بسرعة، بيقلب الأغنية اللي بعديها. طيب بلمس ده الاتنين ورا بعض بسرعة،
بيعلي معايا الصوت وبيوطي معايا الصوت. تمام. لمسة واحدة بيوقف، لمسة تانية بيشغل، لمستين بسرعة بيجيب الأغنية اللي بعديها، على السماعة التانية لمستين بسرعة بيجيب الأغنية اللي قبليها، لمسة اتنين ويطول. هنوطي الصوت كده مثلا ونجرب تاني. كده هو بينقل الأغاني ويقلبها ويعني يقدم ويرجع، مش بيعلي معايا الصوت. دوس باستمرار بيفتح المساعد بتاع جوجل الصوتي. طيب احنا في حاجة ما جربناهاش كده دلوقتي، التسجيل الصوتي من البوكس على طول. هنفتح كده، هنوقف الاغاني اللي شغالة وهنرجع للابليكيشن. وفي برضه ابليكيشن احنا ما شفناهوش اللي هو بتاع، نقفل بقى كده الموبايل خلاص. البرنامج الرياضي. تمام، احنا كده بنبدأ ندوس ابدأ، فبنلاقي هنا العداد بيعد، وهنا بقى انت لما بتمشي خطوات بتشتغل معاك، او شوف لك احسب لك انت حرقت سعرات حرارية قد ايه. كده انا رسترت، كده رجعت هفتح هنا ده قارئ ملفات مكتوبة. هنا هنفتح ايه تاني؟ هنفتح ايه المايك. طيب بس بدء تسجيل صوتي. الو، صباح الخير. هنتكلم النهارده عن منتج جديد، منتج مميز جدا، عبارة عن السماعة ريماكس اللي فيها مساحة داخلية 8 جيجا، مدخل الشحن تايب سي، سعة البطارية الداخلية 700 ملي أمبير، السماعة الداخلية للفردة اليمين 40 والشمال برضو 40، تاتش طبعا. كده احنا بنسجل صوت بنجربها، يعني هنشوف بقى المقطع الصوتي بتاعنا. احنا سجلنا، هو انت في مساحة عندك تقدر تسجلها 35 ساعة. تمام، احنا سجلنا 26 دقيقة بس. كده وقفنا التسجيل ورجعنا شغلناه تاني. كده وقفنا تاني. هل حفظ التسجيل؟ طبعا هنا الإضاءة الزرقاء دي احنا مش، لا، الإضاءة البيضاء اللي احنا هنختارها. تمام، دوسنا اوكي، حفظ التسجيل. طيب مكتبة التسجيلات هنفتحها كده، هنلاقي في مقطع واحد صوتي هو اللي شغال. طيب عشان خاطر نسمعه طبعا هنعمل ايه؟ هنفتح البلوتوث بتاع البوكس. هنفتح البلوتوث، هنقول له اوبن. تمام، هو طبعا هيعمل سيرش. معلش احنا طولنا عليكم في الفيديو ده. هننزل كده ونعمل سيرش. هو لسه عامل كونكت ال بالموبايل، لغينا الكونكت بتاع الموبايل. هنا طول ما هي بتنور وتطفي علامة البلوتوث، فهو كده لسه ما عملش الكونكت. طبعا هو جايب كذا سماعة. تمام، احنا هنختار السماعة TWS 19 وهنقول له كونكت. وهقرب لكم السماعة ونسمع التسجيل الصوتي اللي تم. عمل كونكت اهو. تمام، هننزل المكتبة الصوتية. ايه ده؟ هو المكتبة الصوتية المفروض نسمعها بالسماعات مش البلوتوث بقى، السماعات الخارجية. كده اعلى حاجة.
هو ده الصوت بتاعها في التسجيلات. تمام، انا مقرب السماعه من المايك بس مش عارف الصوت واضح عندكم ولا لا. انا معلي كده على الاخر. تمام كده احنا تقريبا استعرضنا كل حاجه فيها، بس هنخش على السيتنج ونشوف الاعدادات اللي جوه سيتنج ايه. طبعا هنا مكتوب مؤقت السكون، يعني هي بتعمل سكرين سيفر بعد قد ايه. اعتقد كده الكتابه سوري. ده مؤقت السكون، اعدادات العرض، السطوع، ومؤقت الاضاءه الخلفيه. تمام، وشاشة التوقف، وعندك كذا حاجة تانية تقدر ايه تجرب فيها، تهيئة الجهاز وإعادة ضبط المصنع. معلش طولنا عليكم في الفيديو دوت، متنساش تعمل لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد.